قال ربنا تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. بل أنا أقول لك وللرجال عليهن درجة. هذه القوامة يفهمها كثير من الناس فهما خاطئا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. القوامة ليست غلظة، ليست فظاظة، ليست سوء أدب، ليست سوء يعني خلق. نعم. وإنما القوامة رحمة، إي والله، ورجولة ورقة وإنفاق وسخاء وأدب ومعاملة كريمة. يعني أخي محمد، رجولة وليست ذكورة. اعلم يقينا أنك لن تستطيع أن تملك قلب امرأتك ولو أنفقت عليها ملء الأرض ذهبا إلا بالحب والود. الله. إي وربي. يعني اكسر لها الضلع يطلع لها 24 يا مولانا. هذا كلام كله خاطئ، وهذه تربية تربى عليها جيل وهي خاطئة، لا تمت إلى كتاب ربنا ولا إلى منهج نبينا، لتتعلم البيوت كيف كان يعامل سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم نساءه وزوجاته رضوان الله عليهن، الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا. نعم. صلى الله. بل أنا أقول، والنساء وأهلي يستمعن إلي الآن، نعم. أقول: الرجولة الحقيقية والصدق الحقيقي يبدأ من البيت. الرجل هو الذي يعامل زوجته معاملة كريمة. الصادق هو الذي يبدأ صدقه في معاملته معاملة طيبة لامرأته وزوجته وأولاده. هذه الرجولة الحقيقية: صدق في المعاملة، حب، جمال في الكلمة، عذوبة في اللفظ، رقة في التعامل. يا أخي، أرجو من هذا الجيل أن ينسى تماما هذا الفيلم الخطير الذي دمروا به كثيرا من البيوت وشوهوا به كثيرا من الحقائق، الذي يلقب بسيد، الذي إن دخل نجيب محفوظ وجب على الكل أن يقوم، وعلى المرأة أن تقوم، وعلى المستيقظ النائم أن إلى غير ذلك من هذه الأخلاقيات التي لا أصل لها. بل الرجولة، كل الرجولة أن تكون رحيما، أن تكون رقيقا، أن تكون مؤدبا، أن تكون لطيفا، أن تكون صادقا، أن تكون عذب اللفظ، حلو الكلمة مع زوجك ومع أهلك ومع أولادك. يا أخي، أنا أعرف رجلا من أهل الفضل في الأردن وهو ذو مكانة، سبحان الله، تعجبت يوما وأنا أجلس معه في مكتبه وقد جاءه اتصال تليفوني، وإذ به والله، وربما يسمعني الآن ويضحك، وهو رجل من أهل الفضل والعلم. نعم. وإذ بي أسمعه يقول: أيوة يا حبيبة قلبي، عامل إيه يا روحي، وحشتيني. نعم. ثم نظرت إليه، فبعدما أنهى المكالمة قال لي: أظن أنك يعني قد خطر بقلبك خاطر أنني، هل تعلم أن هذه زوجتي؟ قلت: سبحان الله، جميل، تخاطب زوجتك بهذه اللغة. قال: نعم نعم، أنا أخاطبها، والله لقد تعلمت منه هذا الدرس، وأنا أقسم بالله. فجميل أن يخاطب الإنسان أهله وأولاده بهذه الكلمات الجميلة الرقراقة المهذبة. لذا جاء المصطفى صاحب الخلق الكريم ليعلم الصحابة كيف تكون المعاملة مع النساء، كيف تكون مكانة النساء. ألم يقل في هذا الموقف المهيب العظيم الجليل في يوم عرفة، وهو يتكلم عن حرمة الدماء وعن حرمة الأموال ويتكلم عن حرمة الربا، في هذا الموقف الجميل يقول: اتقوا الله في النساء، من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويقول كما في الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا. ويقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخياركم خياركم لنسائهم. ده هنا نقصات عقل ودين يا مولانا. أيضا هذا يحتاج إلى فهم. هذا لا يسيء للمرأة، لا يسيء للمرأة، لا يسيء للمرأة، ومخلوق من ضلع أعوج كمان، لا يسيء إلى المرأة. ضلع عدل، ضلع أعوج كمان. الإشكال أننا نريد أن نسوي بين الرجل والمرأة في كل الوظائف، حتى من الناحية البيولوجية. هذا خلل. لقد جبل الله المرأة وخلقها بطباع معينة تتناسب مع أنوثتها ورقتها وجمالها. تتناسب مع وظيفتها التي من أجلها خلقت. وخلق الله رجلا بصفات وطباع تناسب وظيفته التي من أجلها خلق ولأجلها وجد.
لا ينبغي على الإطلاق أن نسوي الرجل بالمرأة من هذا المنطلق، وإلا لاختل ميزان الكون. هذا هو الخلل. حين قلنا قصاص عقل ودين، فهذا دليل كمال للمرأة وليس دليلا على نقصها وامتهانها. وما كماله حين تحيض المرأة. نعم. وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم أو بنات حواء. هذا في هذا الوقت لا تصلي، في هذا الوقت لا تصوم. فهذا نقص في الدين، نقص في الدين لا تأثم به، لأنها مجبرة عليه، مكرهة عليه، لا تسأل عنه، لا تؤمر بإعادة الصلاة، وإنما تؤمر بإعادة الصيام. نعم. أقصد صيام الفريضة فقط. هذا هو المراد بنقص الدين. طب وعقل؟ والعقل لأن المرأة تحكمها عاطفة. أنا أقصد أن المرأة حين يعني تحكمها العاطفة قد تحتاج إلى من يذكرها. قد لأول وهلة إذا رأت المرأة منظرا عاطفيا أيا كان سلبا أو إيجابا قد يؤثر فيها ولو للحظات. صحيح. هذه جبلة، هذه فطرة، وهذه ميزة بالمناسبة. هذه ميزة. نعم. أنا أقول يعني هذا ليس عيبا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليعلم العرب وليعلم الصحابة كيف يعاملون